السلام عليكم، ازيكم يا عيال؟ عاملين ايه؟ ده الريسبشن عندي، كنت لسه جايبه الركنه دي وقلت اخد رايكم. ماشي. هنا كنت بعمل الكحك يا عيال، طلع قصه وحوار. ده انا النهارده كنت في حسبيس، اول مره في حياتي اعمله ولوحدي ومع ذات نفسي حالي كده. ماشي. جيت بقى ايه، لقيت كله عمال يقول لك نص كيلو يطلع لنا 50,000 كيلو، إيه 8 كيلو يطلع لنا محل كحك. انا عملت تقريبا كيلو ونص، طلعوا لي هم الكيلو ونص تقريبا، يعني او يعني لو زادت هيبقى زاد شويه السمنه اللي حطيتهم والحاجات دي. ماشي. جابوا لي الضغط النهارده. انا خدت كورسات في الكحك ده يعني تقريبا من 1 رمضان وانا بتفرج على فيديوهات كحك، واللي تعمله بلبن، واللي تشيلي اللبن، واللي تقولك اللبن بينشف، واللي تقولك الميه بتنشف، واللي يقولك مش عارف ايه. ضغط 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 ضغط. هنا كنت خلاص قررت ان انا عملته وبسيته، وقلت يلا هصور بقى، شوف كده يطلع معايا ايه، يبقى ذكرى برضه. وسويته او طلعته بقى من الفرن، نفسي تسدد بأمانة الله. اطلع المسه على عجينه وطري جدا. قلت اهلا، هو شكله كده هيبقى بسيسه. كنت جايبه جاهز من محل اسمه لبنان في فيصل، في شارع فيصل. حلو قوي ونضيف. العيال طبعا كانوا خلاص قربوا يخلصوه، ده الجاهز اللي انا مسكتها دي. ده اللي انا عاملاه، عبيته بقى كله على بعضه في العلبه دي وانا بعبيه. لقيته ايه ده، مسك نفسه كده وبقى كحك حقيقي وبجد وجديد وبجد وحقيقي يعني. طلع كحك كحكه يعني جميل. ويا نهاري يا نهاري على طعمه. انا اتجننت من طعمه، مبقتش مصدقه والله العظيم. يعني ما اقتنعتش ان هو كحكه لما دوقت منه البت بنت اختي، اللي كل ما اعمل حاجه ولا ادوق عندي حاجه لازم اجيب سيرتها. البت بنت اختي بقى، البت دي دوقته لها عجبها جدا. وهي امها ايه، امها ما شاء الله حريفه، يعني بتعمله ما شاء الله كل سنه. فقلت لا، يبقى انا حقيقي طلع بجد كحك حقيقي وبجد وجديد. انا كنت متخيل ان هو هيبقى بسيسه، بس ربنا ستر، والنبي ربنا جبرها نوسه. بصوا النقشه بتاعتي الجميله، حلوه قوي شيك كده، وتحسوا اشيك من الجاهزه، والطعم احلى من الجاهزه، مع ان هو كان حلو بصراحه. انا جربت اللي في سنتر شاهين ده، يا جدعان اوعوا تجيبوه. اللي في سنتر شاهين ده العلبه ام 70 والعلبه ام 135 دي، اوعوا اوعوا. يعني ما حصلش قراقيش. انما وبتاع العبد ب 280 برضو، اوعوا. ب 280 الكيلو. سالت عليه، عديت الاتجاه التاني، جبت من الراجل بتاع لبنان دوت، وكاتب اسمه كده برضو، مش عارفه محرم حاجه كده، بس هو اسمه لبنان. هو قبل الطوابق كده بشويه، وانت جاي من اتجاه الجيزه يعني. حلو، عجبني، بس بتاعي طلع احلى جدا. بصوا ناعم ازاي، بس كنت بوريكم ان هو بصوا عامل ازاي. انا كنت بعمل كده وقلت هتتكور وهتبقى عجينه من كتر ما هو ناعم، وكنت بصراحه نفسيتي قفلت. بعد كده لقيته طلع جامد لما مسكت بقى، اتاري لما السمنه بتمسك بقى قوي. ده السكر البودرة ده جاي مع علبة علبة الكحك اللي كنت جايباها جاهزة اهو. الاسم اهو يا عيال، اللي هيجيب جاهز يجيب من المحل ده. ب180 الكيلو، وب170 وب160 البسكوت. جبت منه ده وده وده. بس كحك البيت والله العظيم اوفر، انضف، واحسن.